رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعادة. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله عباد. يا صباح الفل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو جديد معانا النهارده، هنكمل مع بعض باقي التنظيفات بتاعتنا. زي ما اتفقنا احنا بنعمل مع بعض حاجه حاجه واحده واحده في الايام دي، وان شاء الله هنخلص كل التنظيفات قبل رمضان، وهنعلق الزينه بتاعتنا وهنظبط البيت وهنبقى جاهزين لاستقبال رمضان، وهنبقى كمان فرزنا الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نفرزها قبل دخول رمضان ان شاء الله، وهتبقى الدنيا معانا زي الفل وتمام. بس تعملوا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، وتبداوا ان انتوا تقسموا شغل بيتكم على الايام المتبقيه في شهر شعبان. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وفي اتم صحه واحسن حال يا رب العالمين. نبدأ بقى كده في الفيديو بتاعنا علشان بس ما نتوهش من بعض. هنا بقى انا بدأت فضيت التلاجة بتاعتي خالص، وبعد كده بدأت ان انا انضفها. انا للأسف التلاجة بتاعتي ما بتفتحش للآخر، فما بعرفش ان انا اخرج الرفوف دي بره، فبضطر ان انا اغسلها والرفوف جواها. ولكن طبعا بغسلها غسلة محترمة يعني بالليفة وبالصابون وكل حاجة، وببقى حريصة جدا ان ما يبقاش في اي بقايا في الاجناب ولا الكلام ده خالص، فبغسلها يعني غسلة كويسة، فما فيش اي فرق خالص. وبغسل طبعا الرفوف من الاجناب وفوق وتحت كل شيء. عملت معاكم الخلطة اللي هي بحطها في البخاخ دي، اللي انا بلمع بيها بعد ما بخلص غسيل التلاجة. وفي كام نقطة كده مهمين هقولكوا عليهم عشان برضو تاخدوا بالكم لو انتوا بتجيبوا اللي هي المفارش بتاعة التلاجة. الاول انا غسلتها طبعا بالليفه وبالصابون كويس، وبعد كده جبت فوطه وغسلتها وعصرتها كويس، وبدات ان انا الم الصابون ده. وبعد كده جبت البخاخ اللي انا وريته لكم في الاول، غسلته غسله برده كويسه قبل ما استخدمه، وفضيت الميه اللي جواه. وبعد كده بدأت ان انا مليته ميه وحطيت عليه خل. يعني مثلا لو احنا حاطين نص كوبايه من الميه نحط عليها ربع كوبايه من الخل، يعني بنحاول ان هو يكون تركيزه اعلى شويه علشان خاطر يعقم وفي نفس الوقت يشيل اي روايح من التلاجة. فرجيتهم كويس، وبعد كده بدأت اني انا بعد ما شلت الصابون بالفوطه المبلوله، بدأت بعد كده ان انا ارش بالبخاخ وبفوطه ناشفه، بدأت اني انا المع كل التلاجة الاجناب والحاجات دي كلها، وكمان الباب. وطبعا شلت كل الحوامل اللي في الباب وغسلتها كويس ونشفتها ورجعتها في مكانها تاني. وكمان اللي هو الدرج اللي تحت الفريزر ده برضو فضيته كله وغسلته ونشفته كويس وعقمته، وبعد كده بدأت حطيت فيه مفرش. انا طبعا جبت المفارش اللي هي الجديده اللي انا كنت موريها لكم قبل كده في مشتريات، انا كل ده ما كنتش استخدمتها. بدأت شلت المفارش اللي هي القديمه. المفارش القديمه دي كانت يعني ناشفه شويه، النوع مختلف طبعا عن الجديده دي خالص. الجديد ده نوعه زي انواع كده المفارش بتاعه الترابيزات اللي هو الخفيف شويه ده، والتحديده بتاعته بقماش كده، فهو خفيف على الايد وخفيف كده على الرف. ولكن التاني ناشف شوية عامل زي المشمع كده، ولكن خفيف طبعا كلنا اكيد عارفين نوعه. للأسف كان في حاجة مدلوقة فلزق، او ممكن اكون انا منشفتش كويس الرف قبل ما احط المفرش عليه، ده اللي هو القديم طبعا. فلما جيت شلته لقيت ان هو مسك في الرف وبدأ ان هو يتقطم معايا. فدي مشكلة اللي هي المفارش الناشفة دي، ان هي بمجرد بس ما اي حاجه سايله بتيجي عليهم بينهم وبين الرف، فبيبدا ان هو يلزق لو انت ما اخدتيش بالك في نفس التوقيت وبدات ان انت تمسحي وتنشفيه كويس. بيبدا ان هو يتقطم معاكي وانت بتطلعي. فطبعا في عندي اكتر من 2 اتقطموا بقى شكلهم مش كويس يعني، ولكن عادي انا برضو غسلتهم كويس ونشفتهم وشلتهم، وممكن ابقى استخدمهم بعد كده يعني. وطبعا في واحد انا عيناه لان هو بيبقوا 4، فانا كنت بحط 3 بس على قد الرفوف اللي عندي. ولكن الجديد اللي انا فرشته ده طبعا لان هو لين جدا في الايد وطري، فانا فرشت 3 في الرفوف، والرابع حطيته في الدرج اللي هو بيبقى تحت الفريزر على طول. عايز اقول كان شكله شيك جدا وحلو، وفي نفس الوقت تغيير لان انا اول مره احط في الدرج ده مفرش زي كده، لان المفارش كلها بتبقى ناشفه ما بتنفعش ان انا احطها. فطبعا التغيير مطلوب حتى لو في التلاجة في المفارش بتاعتها. الموضوع بيختلف جدا جدا مع ست البيت، وهي عينها بتشوف الحاجة مختلفة او بشكل مختلف وجديد عليها. فيعني الحاجات دي مش مكلفة خالص. طقم المفارش ده انا كنت جايباه تقريبا ب12 ونص او ب10 حاجة كده يعني. بس فحبيت يعني ان انا برضو افرح تلاجتي كده قبل دخول رمضان، ويبقى فيه تغيير في الموضوع.
بعد كده عملت حاجة برضو عايزة انبهكم ليها، اني انا وانا بسيح السمنة، الزبدة دي اللي كان بابا جايبها لي اخر مرة لما كان عندي، فانا كنت سيحتها، ولكن اتضح ان انا ما كنتش مسيحاها كويس او ما اخدتش كفايتها على النار. وانا طبعا سبتها لتاني يوم، وبعد كده بدأت ان انا عبيتها في البرطمانات. فلما جيت بنضف التلاجة اكتشفت ان هي يعني كانت ايه، هتبدأ ان هي تعفن مني. فانا طبعا لحقت الموضوع على طول، وبدأت اني انا سيحت السمنة بسرعة، وبعد كده فضيتها في حلة ستانلس وحطيتها على النار تاني، واخدت كفايتها لغاية ما انا كنت نضف، يعني كنت بنضف في التلاجة وكنت سايباها على النار كل شوية بقلبها لغاية طبعا ما خلاص سواها اكتمل خالص. ولكن للأسف هي كمان لأن الستانلس بتفضل الحرارة فيها حتى بعد ما بتفصلي عليها النار، فالمرتة بتاعتها اتلسعت مني. طبعا انا رميت المرتة ما استخدمتهاش، لاني اصلا كان عندي مرتة كانت ماما جايباها لي، لان هي ماما على طول لما بتسيح زبدة، وهم ما شاء الله بيجيبوا يعني ايه كمية، فلما بتسيحها بتشيلها لي لان هي عارفة ان انا بحبها جدا. فاللي هي اتلسعت عندي دي رميتها، خصوصا ان هي ما كانتش كتير يعني زي ما شفتوا كده. فبدأت بعد كده لما سبتها لغاية ما هديت خالص وطلعت كل البخار منها، غسلت طبعا البرطمانات كويس وعقمتهم قبل ما احط فيهم السمنه لتاني مره. يعني اوعي تغلطي غلطه ان انت تحطيها يعني بعد ما فضيتيها وكملتي سويها ما ترجعيهاش على نفس البرطمانات تاني. غسلت البرطمانات وعقمتها ونشفتها كويس، ويعني زيادة التأكيد برضو مسحتها كده بمنديل. وبعد كده بدأت ان انا فضيت فيها السمنة بالشكل ده، طبعا صفيتها كويس من اي مرتة تكون فيها، وده كان شكلها بصراحة قطعت معايا يعني الكمية تعتبر يعني كويسة، فاهمين؟ يعني ما حضرتش كتير، لان طبعا لما بتبقى زبدة غير لما بتتسيح وتبقى سمنة. فهي كده يعني رمت معايا حبة كويسين. وفي نقطة برضو نسيت اقولها لكم بخصوص وانا بنضف التلاجة، الادوية بتاعة الاطفال. لو انت عندك اطفال او كده وعندك اي علاجات في التلاجة، ضروري جدا ان انت من وقت للتاني ان انت تبصي عليهم. ممكن وانت بتنضفي في تلاجتك كده التنظيف اللي هو المعتاد بتاعك، تبصي على الاكسباير بتاع الحاجة، تبصي على العلاج نفسه، لو اللون بتاعه غير يبقى المادة الفعالة بتاعته خلاص كده فيها مشكلة، فتبدأي ان انت ترمي العلاج ده على طول. وطبعا القطرات ما بتقعدش اكتر من شهر في التلاجة، فانا رميت حاجات كتير جدا من العلاجات، ولسه برضو في حاجات عايزة ارميها. فالموضوع ده برضو مهم جدا. بعد كده بعد ما خلصت بقى خلاص التلاجة وصفيت السمنة بتاعتي وسبتها برضو لغاية ما تهدى خالص خالص على الرخامة جنبي، اكون انا خلصت اللي ورايا. قلت كده بقى ايه، انزل الحاجة بتاعت البهارات، اللي هو الستاند ده، نزلته كله. وده كان ليه حاجتين في نفس الوقت، يعني انا نضفته ولمعته كويس، وتاني حاجه ان انا شفت انه ناقص عندي. طبعا كملت طلعت كل البهارات اللي كانت عندي في التلاجة. انا في بهارات عندي كتير قوي خلصانه، ف حتى المتوفر عندي يعني خلاص بيخلص، فمحتاجه بهارات. في برضو انا نزلت جبت كده شويه بهارات، ولكن طبعا الواحد ما بقاش بيجيب زي الاول. يعني الاول كان ممكن الواحد يجيب مثلا مش كميات، ولكن يعني كانت الحاجه بتقعد عنده مثلا لفتره شويه. انما دلوقتي الواحد بيجيب بقى ايه يا دوب ب10 جنيه ب5 جنيه من كل حاجه حبات، فبتلاقي نفسك ان انت مثلا دفعتي مثلا بتاع 100 جنيه او 100 وي. فالموضوع فعلا فعلا بيجمل في الفلوس، موضوع يعني رخم جدا مش بسيط، وعايز له لوحده اصلا ميزانيه. فالواحد بيحاول ان هو يمشي الدنيا لغايه بس ما يشوف الاسعار هتستقر على ايه. فما فيش اي مشكله خالص ان الواحده تجيب احتياجها بس مش اكتر من كده. مش لازم ان احنا نشيل يعني زي ما بيقولوا كده ايه، حاجات تبقى ستوكات في التلاجة. لا يعني في حاجات ضروري ان هي تكون موجوده في البيت لان دي من الاساسيات، وفي حاجات تانية زي البهارات والتوابل والحاجات دي بناخد بالنا. الست البيت بقى المفروض ان هي يعني ايه تتابع الحاجات دي وتاخد بالها وتبقى عارفه هي بتعمل ايه كويس وماشيه بيتها ازاي. بتاخدي بالك قبل ما الحاجات دي تخلص عندك، وتبداي ان انت تجريدي كده بمعنى اصح، وتكتبي النواقص عندك قبل ما تخلص. يعني ما تستنيش ان الحاجه عندك تبقى زيرو وبعد كده تبداي ان انت تنزلي تجيبي طلباتك. لا طبعا الحاجات دي احنا بنحتاجها اكيد، وبرده من الاساسيات، ولكن بنجيبها بكميات محدوده جدا. فانا ده اللي انا عملته فعلا لما حسيت ان خلاص الحاجه هتبدا ان هي تشطب عندي، واحنا طبعا داخلين على شهر رمضان. فبدات اني انا، ولكن حتى برضو لو مش شهر رمضان يعني في العادي برضو الواحد بيعمل كده، بيبدا ان هو يشوف يكمل بقى الحاجات الناقصه عنده، والحاجه اللي هو
بيلاقي ان هي خلصت او بيتفاجئ ان هي خلاص مفيش منها تاني عنده زيادة، فببدأ ان انا اكتبها في الورقة زي ما وريتكم كده. بحط الورقة والقلم جنبي وبكتب علشان منساش. بعد كده رصيت الحاجة في الستاند بتاعها تاني، وبعد كده بدأت بقى ان انا ألمع كل حاجة موجودة على الرخامة. وعايزة اقول لكم اني انا يعني في الوقت الحالي وانا بسجل لكم، انا طبعا عملت تفريزات وحاجات، فانا صورتها ولسه طبعا هبدأ ان انا منتج واسجل الفيديو ده. فمحتاجة اني انا لسه هعمل دورة تنظيف تاني طبعا اكيد للرخامة وكل حاجة عليها من تاني معاكم برضو ان شاء الله. نشوف كل حاجة مع بعض كده ايه، يعني انا ماشية معاكم الاوقات آه، يعني زي ما انا ماشية بعمل في بيتي بصور لكم وبوريكم كل حاجة، نشوف كل حاجة مع بعض عشان نتشجع ونعمل مع بعض. اولا ده بيشجعكم انتوا وبيشجعني انا كمان ان انا اخلص شغل بيتي او ان انا اقوم واعمل شغل بيتي. صدقوني الموضوع بيفرق معايا جدا جدا. هنا بقى كان في 2 كيلو من اللبن، انا خلاص بدأت اني انا اجيب اللبن اللي هو السايب ده. بصراحة ما بقتش بجيب اللي هو المعلب، سواء بقى اي نوع بقى ايا كان، لاني حرفيا كل حاجة يعني الغلاء فعلا بقى فاحش وغير مبرر بالمرة. يعني لما يوصل بخيره ب27 جنيه، واكيد دلوقتي رفع كمان عن ال27 جنيه. فالموضوع فعلا يعني في حاجة غلط في انواع اصلا يعني ما كانش الواحد بيبص لها اساسا وهو في السوبر ماركتات زي جرينلاند وحاجات كده يعني، مش شركات اصلا. فالحاجات دي برضو اسعارها يعني وصلت برضو لحاجات يعني ما كانتش اصلا تخطر على البال. فالموضوع لا يعني بقى اوفر، فخلاص بقى الواحد بقى بيجيب بلدي. وبصراحة يعني جوزي في مرة جاب لي كده لبن ولقيت طعمه حلو، يعني غير اللي الواحد بقى بيشوفه يعني وبيستطعمه من اللي هي الألبان البلدي دي اللي هي طبعا بتتزود، كلها بتتزود. في مرة جاب لي والله من مكان فعلا فعلا ما عندوش ريحة الضمير، كان يعني كأني بشرب لبن بودرة ومحطوط عليه مية، ما فيهوش اي طعم من اللي هو اللبن البلدي اللي هو البلدي اللي احنا كنا متربيين عليه او اللي احنا متعودين عليه ده. فمن ساعتها حسيت ان انا زي جاتلي زي مش عارفه يعني نفسي اتسدد كده من ناحيته، وما بقتش بشربه خالص بقى. لغايه بقى ما جابلي اللي هو اخر مره دي جابها لي كان كويس جدا واعتمدناه، بقى بيجيب من المكان اللي هو بيجيب منه ده على طول، فعجبني بصراحه. فقلت خلاص بقى مش مهم، مش لازم اللي هو التاني، وكده كده اصلا انا ما بشربش لبن كتير اساسا يعني بقالي فتره كبيره. فقلت خلاص بقى مش مهم، وبرده منها اني انا باخد منه وش اللبن وبعمل بيه في الاخر سمنه، فالموضوع برضو يعني مفيد في كل الحالات، فاهمين القصد؟ بس انتي برضو حاولي تعملي كده لو انتي بتستخدمي اللبن كتير او بتحتاجيه ومفيش غنى عنه، فهاتي اللي هو البلدي، بس دوري على مكان يكون كويس. اهم حاجه ان انتي تدوري على مكان كويس تجيبي منه. تقريبا الكيلو عامل 22 جنيه دلوقتي، فسعره كويس جدا جدا بالنسبه للبن. وفي نفس الوقت هتطلعي هتنزعي منه الوش، هتاخديه وهتشيليه في الفريزر تحوشي كده شويه كويسين، وبعد كده تبداي ان انت تسيحيهم وتطلعي منهم سمنه بلدي. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى فوق التحفه وفوق الروعه، وبتبقى حاجه بيتي بيتي فعلا ومضمونه، وفايدتها فيها، فاهمين الفكره؟ بس دي برضو حاجة انتي تستفادي منها كتير جدا وهتستفادي بفرق السعر اكيد. فانا علقت عليه بقى على النار، وكمان شغلت الكاتل على دورة خل علشان ينضف ويتعقم. فحاولي ان انتي طول ما انتي واقفة في المطبخ تعملي اكتر من حاجة، وعلى قد ما تقدري ان انتي تكسبي وقتك وتخلصي اكتر حاجات ممكنة في اقل وقت. بعد بقى ما خلصت تلميع الرخامة كلها وتلميع كل حاجة على الرخامة حرفيا، بدأت برضو بنفس البخاخ اللي هو فيه مية وخل، بس ده يعتبر معقم. بدأت ان انا ابخ بيه على كل الحاجات اللي موجودة ولمعتها كلها كويس جدا، والرخامة لمعتها كويس. وبعد كده قفلت البرطمانات، كان طبعا اي بخار موجود فيها خلاص راح. وبعد كده دخلتها التلاجة، طبعا كانت جمدت في مفيش، بس انا ما صورتها الكوش كانت جمدت وهي على الرخامة. بعد كده دخلتها التلاجة، كده كنت خلاص ضمنت ان هي بقت كويسة واستوت سوا كامل، مش هيجرالها اي حاجة في التلاجة حتى لو قعدت سنة. تمام كده، يعني مش مضطره خالص ان انا احطها في فريزر، انا بحطها في التلاجة وتفضل معايا مده طويله جدا. بستخدمها، بطلع البرطمان بيخلص بجيب غيره، والدنيا معايا بتبقى ماشيه زي الفل. هنا بقى كان جاي لي ناس، عايز اقول لكم ان انا هنا كنت يعني بصوا بتحرك فعلا حرفيا بالعافيه، فربنا برضو عني وقواني، وقمت كده لميت المفارش بتاعتي كلها.
لاني كنت حسيتها ان هي اتطربت، مش هقول ان هي اتبهدلت او فيها اتساخات او كده، لا هي كانت متطربه. مفرش واحد بس اللي هو كان بتاعي، اللي هو بتاع الكومود اللي جنب السرير بتاع النوم، عشان كان واقع عليه علاجات من بتاعه اسر وكده. فده كان ده اللي فيه اتساخات شويه يعني، كنت حتى وريتهولكوا كده فيه لون زي احمر، ده مكان العلاج. ف ده اللي كان الوحيد يعني اللي كان باين فيه الاتساخ، انما الباقيين كلهم كانوا اتربه بس. المفارش دي عامه بتاعت اوضه النوم، وكان في منهم كنت حاطاه في اوضه الاطفال وشيلته، فغسلتهم وتاني يوم على طول كانوا نشفوا. طبعا ما بياخدوش وقت خالص يعني، هم خفاف جدا. طبعا غسلتهم وعطرتهم، اهم شيء بقى التعطير ده، عايزه اقول لكم بيفضل كده في الحاجه وكمان يعني بتحسي كده ان المكان بتاعك او الشقه بتاعتك ريحتها حلوه من تعطيرك للمفارش والستاير والمفروشات اللي انت حطاها. الكلام ده انا قلت لكم قبل كده في اكتر من فيديو. فلو انت حابه ان الشقه بتاعتك يكون ريحتها حلوه، اهتمي بالتعطيرات اللي انت بتحطيها في المفارش بتاعتك. تمام كده. بعد كده بدات ان انا بعد ما غسلتهم كويس وعطرتهم، غسلت الحوض كويس تاني. وبعد كده جبت بقى الشنطه دي اللي هي اللي انا قلت لكم بتحافظ على التجميد بتاع الحاجه، كنت جايه بيها طبعا من اسماعيليه، فكنت جايبه فيها سمك وكده وحاجات يعني كانت ماما مديهاني. فكانت طبعا محتاجه ان هي تتغسل، وطبعا من الطريق بقى ونزلت مثلا فبسندها في الارض او حاجه، فلازم طبعا ان هي تتغسل. فكانت متبهدله بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. فبدات بقى اني انا كده غسلتها من بره ومن جوه كويس، ولكن اختصارا عليكم للوقت انا غسلت الحاجات دي مع نفسي كده، وبعد كده وريتها لكم. وكمان غسلت الكوتشي بتاعي لاني برضو كان اتبهدل. برضو من وقت للتاني لازم ايدينا تكون في حاجتنا احنا دي على طول يعني، سواء بقى كوتشيات، سواء مثلا الحاجات اللي ابنك بيلبسها بينزل بيها، كوتشيات والكلام ده كله. الحاجات دي بتاخدش منك وقت خالص خالص. لو انتي واقفه على الحوض كده بتغسلي حاجات زي كده، صدقوني والله الموضوع مش مرهق وما بياخدش دقايق يعني من ست البيت. احنا طبعا يعني بنشتغل في البيت كتير وبندي مجهود ووقت كتير، ولكن الحاجات دي مهمة جدا ونظافتها مهمة جدا. بس وبكده نكون احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. طبعا لو استفدتوا من الفيديو ما تنسونيش في اللايك، وكمان اشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفوا قناتي، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار فيديوهات جديده. واستنوا مني فيديوهات حلوه جدا جدا جايه كتير. كل سنه وانتم طيبين، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.